كده مظبوط يا جماعه. بجد بقالي كتير قوي ما صورتش يوتيوب، وحشتوني جدا جدا جدا. في ناس كتير دخلت سالتني ليه ما بقيتيش تصوري فيديوز على اليوتيوب، احنا محتاجينك معانا الفتره دي. بعتذر جدا والله بجد ان انا ما بنزلش، حتى مش متعوده على ان التليفون يبقى قدامي بالعرض. بقيت في الفتره الاخيره بصور الانستجرام وبس. فقبل ما نكمل كلام في اي حاجه، لو انتم مش عاملين فولو على الانستجرام روحوا دلوقتي اعملوا لي فولو، هسيب لكم اللينك في اول كومنت وهسيبه لكم برده في الديسكربشن تحت، علشان بقى هناك بننزل فيديوز كتيره وفيديوهات سريعه، وبننزل اسك بيبقى في تفاعل كتير هناك لو عايزين تسالوني برده في حاجه. طبعا انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، ان شاء الله هرجع تاني اصور لكم فيديوز على اليوتيوب. بس الاول طبعا عايزه اوريكم حاجه يا جماعه. درع اليوتيوب جه، انا بجد مبسوطه بيه، اللي هو اسمي مكتوب على الدرع، بجد مش مصدقه، مبسوطه قوي بجد. ودي اكتر حاجه حمستني ان انا ارجع تاني اصور فيديوز على اليوتيوب. يا جماعه احنا وصلنا 100,000 وان شاء الله نوصل مع بعض للدرع الذهب بتاع المليون ده. بقى هنعلقه بس كمان شويه بقى. المهم عشان ما نغلاش كتير، دلوقتي طبعا فتره المراجعه اسالوا على حاجات كتير، والنهارده بقى هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وهو ازاي تراجعوا الانجليش بطريقه صح، وايه الحاجات اللي تركزوا عليها في المذاكره. لان الانجليش من اكتر المواد السهله اللي لو عرفتوا فيها حاجات معينه بجد هتضمنوا درجات الامتحان ان شاء الله. بحس الانجليش ده زي السهل الممتنع، اللي هو ممكن تدخل الامتحان حرفيا ما تعرفش تحل ولا سؤال، ممكن تدخل الامتحان تبقى ضامن كل الاسئله. فمن تجارب امتحانات الانجليش بتاعت كل السنين، وطبعا تجربه ثالثه ثانوي، في حاجات معينه هقول لكم تركزوا عليها بجد ان شاء الله. لو ضمنتوا الافكار دي صدقوني هتضمنوا درجات الامتحان بنسبه كبيره جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو ده، اعملوا لايك للفيديو ده عشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوز تانية كتير، ونكمل باقي المواد في المراجعه، وننزل حاجات كتير طبعا عن فتره الامتحانات ونصايح للفتره الجايه. ما تنسوش تعملوا كومنت. طبعا لو اول مره تشوفوني انا منى البلتاجي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد هننزله. ويلا بينا على طول نبدا الفيديو بتاعنا. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن ايه الحاجات اللي تركزوا عليها، وعن نظام الامتحان بيبقى ماشي ازاي، وايه اكتر حاجات بتيجي في الامتحان، وايه اكتر حاجات بتركزوا عليها وما بتجيش في الامتحان. هقول لكم برده كنت بحل كتاب ايه وكنت بسمع مين على اليوتيوب عشان اكون لميت لكم الموضوع كله. اول حاجه هنبتدي بالحاجات اللي تركزوا عليها. طبعا كلكم بتركزوا على الجرامر وبتسيبوا الحاجات الثانيه اللي هي بتيجي بنسبه 80% في الامتحان، والجرامر بيجي بنسبه 20%. بجد الجرامر بيجي قليل جدا في الامتحان. طبعا مش معنى كلامي انكم تهملوه، بس الجرامر بجد ما بيجيش كتير في الامتحان، اللي هو لازم تركز على الحاجات الثانيه علشان فعلا تضمن اعلى درجه في الانجليش. ما تركزش بس على القواعد مثلا وتسيب الكلمات، تسيب النوتس المهمه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، والكلمات المعينه برده بتركزوا عليها. طبعا القطع. فالاول هنمسك حاجه اقول لكم على تبس فيها علشان تبقوا ضامنين كل حاجه هقولها. اول حاجه الجرامر. علشان تبقى ضامن الجرامر كويس جدا جدا لازم تبقى فاهم الازمنه ماشيه ازاي، لازم تبقى فاهم. ما تحفظش الجرامر مش بيتحفظ، انت لازم تبقى فاهم كل قاعده ماشيه ازاي، كل زمن بيبقى ماشي ازاي. لازم تبقى عارف الفرق بين المضارع البسيط والمضارع التام والمضارع التام والمستمر، هكذا في باقي الازمنه. لازم بجد تبقى فاهم الازمنه كويس قوي. وانت بقى مش زي نظام قبل كده اللي هو هيجي لك دليل مثلا في الجمله يعرفك ان الجمله دي مثلا في المضارع او في الماضي او ما اعرفش ايه. انت لازم تبقى فاهم الازمنه ماشيه ازاي. لو انتوا بتتلخبطوا في الازمنه، باشمهندس احمد ابو زيد في قناه دروس اونلاين شرح الازمنه كلها، ممكن برضه تبقوا تتفرجوا عليها، هتسهل عليكم جدا، وانا نفسي كنت بتفرج عليها. لازم تبقى فاهم الازمنه كويس جدا جدا، ولازم تبقى عارف ان اي ماضي بناخد معاه ماضي، واي مضارع بناخد معاه مضارع. دي اكتر كلمه المستر بتاعنا كان بيقولها لنا، ما ينفعش اخد مضارع مع ماضي ولا ماضي مع مضارع. طالما الجمله في الماضي يبقى الجزء الثاني من الجمله هيبقى في الماضي، ايا كان بقى ايه الماضي ده، على حسب طبعا بقى الزمن اللي موجود. هو هيجيب لك مثلا في التشوز يجيب لك واحده مضارع وثلاثه ماضي، انت طبعا هتستبعد المضارع دي تماما. دايما حله بطريقه الاستبعاد، استبعد اي حاجه انت متاكد ان هي غلط، وبعد كده هتبدا بقى تشوف الزمن ده عايز ايه، تختار بقى الحاجه المناسبه ليه. تاني حاجه تركزوا كويس جدا 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 في الفعل المبني للمجهول، لان هو لما يجيب القاعده، يعني لو هيجيب مثلا في الامتحان 3 4 اسئله عن القواعد، هيجيب لك 2 منهم في المجهول، والمجهول ده هتطلع منه معيط. اتقرصت من حته المجهول دي لحد بجد ما شبعت طول السنه. دايما المستر ياكد على الحته دي في الامتحان، وكان لما يجي يدينا اي شامل يروح جايب السؤال في المبني للمجهول. طبعا انا متسرعه جدا فكنت بروح اختارها في المبني للمعلوم، لحد بجد ما اتقرصت من الموضوع ده كتير. بقيت بقى عندي تروما، اللي هو لا، اي سؤال هيبقى فيه في اختيار مبني للمجهول لازم اقرا الجمله كويس جدا جدا، واتاكد ان هو عايز جمله في المعلوم ولا في المجهول. بنسبه كبيره جدا لما تلاقي اول اختيار في المبني للمعلوم واخر او تاني اختيار في المبني للمجهول، صدقني هتلاقي بنسبه 90% الجمله دي مجهول، لانه دايما بيوقعك في اول اختيار. هيحط لك اول اختيار اللي هو انت هتتوقعه عشان تروح جاري تختاره، وما تشوفش بقى باقي الاختيارات الثانيه. في الامتحان لازم تقروا كل الاختيارات، عشان بعد ما تطلع من الامتحان وتكتشف بقى ان الجمله دي كانت في المجهول وان هي درجتها كانت مضمونه، هتقعد تعيط جنب السؤال. لما ابقى انا فاهمه القاعده واعرف اجاوب، غلطانه في حاجه هبله زي كده اللي هو الجمله في المجهول، لو انا كنت خدت بالي كنت هعملها صح. فعشان انا بجد جالي تروما من الموضوع ده، خلي بالكم بجد فعلا من المبني للمجهول.
كده احنا خلصنا النقطه بتاعه الجرامر. تاني حاجه بجد كتير منكم ما بيركزش عليها وهي النوتس لانجوج. النوتس دي يا جماعه بجد مهمه جدا وبتيجي كتير برده في الامتحان. بجد الامتحان بيكون مليان من النوتس دي، اللي هي النوتس اللي بتكون موجوده بعد الكلمات، اللي هو الفرق بين ستول وروب، الفرق بين تريتمنت وكيور، الحاجات اللي شبه كده دي يجي لك في الامتحان بجد اسئله كتير منها. فلازم بجد كويس قوي لو انتم مش مذاكرينهم تلموهم كلهم وتذاكروهم، راجعوا عليهم كويس جدا قبل الامتحان. تالت حاجه مهم جدا برده انكم تركزوا عليها كي فوكابس، بتكون موجوده في مربع كده في اول الكلمات، اللي هي الكلمات المهمه اللي الدرس كله بيتبني عليها. الكلمات دي بجد نسبه 90% هي اللي بتيجي في الامتحان. احفظ الكلمات دي كويس، اللي هي الكلمات اللي بيبقى ليها ديفينيشن لازم تحفظها وتحفظ الديفينيشن بتاعها كمان، او على الاقل يعني تبقى فاهمه، عشان بيجي في الامتحان منهم برده كتير جدا. لو في كلمات بتيجي في الامتحان فهي الكلمات دي. باقي الكلمات طبعا مهمه لانها بتيجي في القطع، فلازم برده تبقى عارفها. بس اهم حاجه الكي فوكابس اللي هي بيكون ليها ديفينيشن دي بتكون مهمه جدا. وانا كنت بستخدم كتاب ماي نيو فريند، فدايما كانت اول الكلمات بتيجي كده الكي فوكابس دي بتكون موجوده وجنبها الديفينيشن بتاعها. في كل الكتب تقريبا بتبقى موجوده كده. نيجي بقى لنقطه الكتب. انا كنت بستخدم كتاب ماي نيو فريند، وحليت برده كتاب المعاصر، وفي المراجعه استخدمت كتاب بيت باي بيت وتقريبا ماي نيو فريند. بس احسن كتب بالنسبه لي هي بيت باي بيت وماي نيو فريند والمعاصر. كتاب A1 ده كان بيقولوا برده حلو بس بيبقى اسئلته صعبه شويه. انتوا برده اسالوا المدرسين بتوعكم السنه دي ايه احسن كتب تشتروها. بس انا بحب كتاب ماي نيو فريند بجد، وكان كويس جدا في فتره الشرح. في فتره المراجعه كنت بحل من بيت باي بيت، وكان في مستر مدينا مذكره كده كنت بحل منها، وكان في تقريبا 10 امتحانات نزلوا للوزاره، دول برده المستر عملهم لنا في مذكره وحلناهم. الحاجات دي بتكون مهمه. طبعا انا عامله فيديو كامل عن الكتب اللي استخدمتها في المراجعه النهائيه، هسيب لكم برده لينك الفيديو ده في اول كومنت وفي صندوق الوصف برده لو حابين تتفرجوا عليه. حاطه لكم فيه كل الكتب اللي استخدمتها في المراجعه النهائيه. الحاجه اللي بعد كده اللي مهم جدا تركزوا عليها وهي قاعده وان وذا، ودي برده بتيجي كتير جدا في الامتحان. السؤال الوحيد اللي انا غلطته في الانجليش، يعني انا جايبه في الانجليش 49، ناقصه في الانجليش درجه واحده بس. الدرجه دي انا نقصتها في القاعده دي. كانت القاعده جايه في وان وذا، كانت الاجابه تقريبا نو ارتكل وانا اخترتها زي مش فاكره حاجه زي كده يعني. بس هي القاعده دي بتيجي في الامتحان، لو انت مش فاكرها او مش عارف الفروقات ما بينهم هتغلط فيها كده كده، وبتيجي كل سنه في الامتحان. لازم تاخدوا بالكم جدا. القاعده دي تقريبا هي مش موجوده عليكم في المنهج، فلازم تاخدوا بالكم منها وتذاكروها كويس قوي قبل الامتحان. الحاجه اللي بعد كده وهي حل القطع. اوعوا تسيبوا حل القطع لليله الامتحان او لاخر اسبوع او قبل الامتحان على طول. انا بجد دي اكتر حركه هتضيع منك حوالي 15 او 20 درجه اللي هم بتوع القطعه. انا بجد مش فاكره توزيعه الاسئله بتكون عامله ازاي، بس درجات القطعه كتير ومضمونه، فبلاش تضيعها عشان انت مش متدرب كويس على القطعه. ما تجيش تقول لي او تقنعني ان انت هتحل كام قطعه قبل الامتحان وتدخل بيهم وتعرف تحل القطعه كويس في الامتحان. عايز تضمن درجه القطعه بجد لازم تتدرب على حل القطع، ومن زمان كمان مش من دلوقتي. بس خلاص اللي حصل حصل. لو انت ما كنتش بتحل قطع قبل كده ابدا دلوقتي على الاقل كل يوم حل قطعتين، علشان على لما الامتحان يجي تلاقي نفسك اتدربت كويس قوي على حل القطع. يا جماعه بجد القطع مهمه جدا ودرجاتها مضمونه. حاولوا الحاجات اللي درجاتها مضمونه اللي زي كده دي تهتموا بيها جدا وتدوها وقتكم، ما تهملوهاش عشان هي بقى ملهاش طريقه مذاكره او ليها طريقه معينه فانتوا تهملوها وتقولوا بقى لما ادخل الامتحان ابقى اعرف احل. ما تقنعنيش ان انت عمرك ما اتدربت على حل القطعه وهتيجي ليله الامتحان تحلها. حتى وانتوا بتحلوا في الواجب نسبه كبيره منكم بتسيب القطعه وما بتحلهاش، بتقول انا هبقى اتدرب عليها قبل الامتحان او قبل الامتحان بيوم او يومين. صدقوني بجد هتضيعوا منكم درجات القطعه وهي درجاتها مضمونه. فركزوا كويس قوي في الموضوع ده وحلوا قطع كتير على قد ما تقدروا عشان حرام تضيعوا درجاتها. الانجليش سهل، واللي بيضمن درجات الانجليش هو اللي بيركز على كل الحاجات اللي في الانجليش، مش على الجرامر بس او على الكلمات بس. اللي بيركز على كل حاجه هو اللي هيضمن ان هو يقفل الانجليش او ينقص فيه درجه او درجتين. وبجد انك تقفل الانجليش دي مش حاجه صعبه، فلو ركزتوا كويس قوي في الحاجات اللي انا قلتها دي صدقوني بجد هتضمنوا اعلى درجه في الانجليش. حاولوا ان انتوا تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي وتركزوا عليها كويس قوي. طبعا الحل الكتير مهم، فلازم تحلوا كتير، واي سؤال يقف معاكم روحوا اسالوا المدرس بتاعكم فيه. ما تطنشوش الاسئله اللي بتقف معاكم، لان السؤال اللي بيقف معاك ده ممكن يجي لك في الامتحان وتبقى ساعتها تندم انك ما سالتش المستر فيه او ما عرفتش اجابته. الحركه دي بجد بتحصل كتير جدا مع ناس كتير. فلو اي سؤال وقف معاك روح اسال المستر بتاعك، وعلم كمان على السؤال ده بالذات في كتب المراجعه، عشان لما تيجي تخش الامتحان تبقى تشوف الاسئله اللي انت معلم عليها اللي انت دايما بتغلط فيها او اللي انت شايف ان هي فيها فكره، تقراها قبل الامتحان عشان تبقى داخل لامم كل الافكار اللي في المنهج. بالنسبه لموضوع الدروس، انا كنت باخد في الانجليش درس واحد لحد شهر 12. بعد شهر 12 او شهر واحد تقريبا بدات ان انا اخد فيها درسين. ما كنتش بحس ان انا الصراحه متلخبطه. انا كنت حاسه ان في مدرس مثلا بيفهمني وفي مدرس بيحفظ اكتر. المستر اللي كنت باخد معاه كان بيحل من كتاب، والمستر الثاني كان بيحل من كتاب ثاني، فكنت حاسه ان انا مستفيده بنسبه كبيره يعني من الاثنين. الماده الوحيده اللي انا كنت باخد فيها درسين. انا بصراحه مش برشح ان حد ياخد درسين في ماده، بس انا كنت حاسه ان انا مش متضرره من الموضوع قوي، فهي دي الماده الوحيده بس اللي انا كنت باخد فيها درسين. لو كنت سالتوني من سنه عن فكره الاونلاين كنت هقول لكم ان انا مش برشحها قوي، وما كنتش في ثالثه ثانوي ولا درس كنت باخده اونلاين او منصه. كل الدروس كنت بنزلها سنتر. بعد الجامعه بقى بعد ما جربت الكورسات وكده وان انا اسمع اونلاين وكده بقيت احس ان الموضوع ممكن فعلا يتنظم. بس الفكره انه نسبه ان انت تعمل تراكمات مع الاونلاين بتبقى كبيره جدا. انت بتبقى ضامن ان الحاجه موجوده معاك ومفيش حد متابعك بقى على طول، وان انت مثلا ملتزم بواجب معين هتنزل المستر هيسالك عليه او كده. فلو حد
حد عنده القابليه ان هو يراكم فبيراكم، او بيبقى سهل عليه ان هو يراكم. فانا مش برشح قوي ان انتوا تبطلوا، بس لو في ناس بتقدر ان هي تظبط الدنيا وان هي ما تراكمش عادي، لو عايزين تاخدوا منصه او ان انتوا توقفوا الدرس وتاخدوا منصه براحتكم. بس كده دي كانت التبس اللي انا كنت عايزه اقولها لكم في الانجليش. وارجعوا تاني للفيديو، تجيبوا ورقه وقلم واكتبوا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها عشان هي بجد مهمه. وهي طبعا ربنا يوفقكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، واكتبوا لي في الكومنتس نكمل ونعمل باقي المواد التانيه، الحاجات اللي انتوا حابين تشوفوها الفتره الجايه. طبعا لو لسه ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد هننزله. ان شاء الله نوصل مع بعض لدرع المليون، اجي لكم كده اقول لكم يا جماعه درع المليون جه. بس كده، باي باي.